على طريقة الست أم كلثوم في رائعتها ألف ليلة وليلة، وهي بتغني مقطع ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة. يوم اتحاد الكورة بعد مرور عام كامل على السوبر المصري يجي النهاردة ويقول لك دونجا مش هيلعب السوبر. ليه يا عم الحاج؟ عشان موقوف 4 مباريات. طب انت حضرتك اخترت الزمالك؟ لا، ما اخترناش الزمالك. ليه؟ لان الخطاب بيقول لك كان اتبعت على الايميل الخاص بتاع الاداري السابق ولم يسجل على الصادر والوارد. المشكلة دي كلها حصلت ليه حضرتك؟ لما ظهر عضو مجلس الإدارة والإعلام الشهير الكابتن إيهاب الكومي. بتقول مين يا عم الحاج؟ الأستاذ إيهاب الكومي اللي قال لك أنا عندي دليل على إن الدوري موجه لبيراميدز، والمجلس الأعلى للإعلام وقفه وقناة سادة البلد وقفته، وفي الآخر الدوري راح لمين؟ للأهلي. يا باشا محمود الخطيب بيحكم الكرة في مصر. ساعة ما قالت البرامج واللجان الإلكترونية دونجا هيتوقف، لازما المنظومة كلها تنتفض لتنفيذ أوامر رفاعة الدسوقي بالأمر المباشر. هاني أبو رضا قال لك مين؟ دونجا ما هوش لاعب. ليه يا عم الحاج؟ ده انت خففت عقوبة محمد الشناوي لما توقف 4 ماتشات في مباراة البنك الأهلي، خففتها المباراة حرصا على مستوى اللاعب قبل مونديال الأندية. يا باشا ده اللائحة السنة اللي فاتت يا دكتور إيهاب، يا دكتور إيهاب، الزمالك لما انسحب اتخصم منه 6 نقاط. السنة اللي فاتت اللائحة اتغيرت مخصوص وخلوا الانسحاب 3 نقط عشان الدوري يبقى موجه للنادي الاهلي. يا مؤمن يا مؤمن، ده حسين الشحات لما ضرب الشيبي بالقلم لجنة المسابقات وقفته ماتشين اتنين، وعاقبت الشيبي بالايقاف 6 مباريات لانه لجأ للقضاء. شفت منظومة فجرة وفاسدة وشفت وقاحة اكتر من كده؟ اسمع ابو المعاطي زكي مع ايجي بودكاست وهو بيقول لك الكابتن محمود الخطيب قال لي اتكلم حلو عن المستشار تركي آل الشيخ. الاستاذ جمال جبر قال لي خف عن المستشار تركي آل الشيخ. وانت تعرف ان احنا عندنا منظومة بتديرها اللجان. رفاعة الدسوقي بيسلط اللجان. رفاعة الدسوقي ايديه طايله وواصله. رفاعة الدسوقي مسنود، ظهره مسنود بتاجر الزيتون والليمون والذهب وخلافه. وعلشان كده عمرنا ابدا ما هنتقدم ونكون في يوم منظومه ناجحه زي منظومه المغرب. يا بلدي فيكي حاجه محيراني، ازرع القمح في سنين يتوقف دونجا بعد سنة في ثواني على رأي الست أم كلثوم، ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة. دي ليلة وقف دونجا عشان خاطر الأسطورة رفاعة الدسوقي.